هالو، أنا سيف الله وأنت بتسمع سلسلة كل 6 شهور لغة. يا رب تكونوا لسه متفائلين كده وشايفين إن الموضوع سهل وتافه، هناخد اللغة في 6 شهور ونخش على اللغة اللي بعدها وهلم جرة. صدق نفسك كده عشان ربنا يكرمك. النهاردة هنبتدي كورس جديد مع بعض. النهاردة هنبتدي كورس بعنوان المثل بيقول ايه. رقم 1، النصيحة المعتادة: لما تحب تكتب الترجمة بتاعت المثل ما تكتبهاش في نفس الصفحة اللي انت كاتب فيها المثل، اكتب الترجمة في ظهر الصفحة. زي ما اتفقنا مفيش عربي عينك تيجي عليه وانت بتذاكر. الكلام ده لما تيجي تتأكد من حفظك، من فهمك، من تسميعك، يبقى بص على العربي. النصيحة رقم 2: في البداية ما تحاولش انك انت تفهم المثل بشكل منطقي لو هو مش مفهوم. طبعا انا بحاول اختار في البداية كل الامثلة المفهومة، ولكن على فرض ان في مثل انت مش قادر تفهم ايه علاقته بطبيعة الحال اللي احنا بنتكلم عنه، فما تحاولش تفهم في البداية. خلي الكلام ده بعد مثلا شهر ولا حاجة، ابدأ شغل المنطق في تعلم اللغة. النصيحة رقم 3: حاول دايما 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 تتخيل المواقف اللي انت هتقول فيها الامثلة دي. يعني تخيل مثلا ان ابوك او اخوك او اختك او اي حد بيقول لك حاجة وانت هتروح جاي رادد بالمثل ده. تخيل بقى طول ما انت قاعد، تخيل ازاي هترد بالامثلة دي. النصيحة الاخيرة قبل ما نبدأ عشان ما اطولش عليكم عشان بتملوا، النصيحة الاخيرة: حاول تكتب الامثلة كتير قوي. عموما اي حاجة فيها اكتر من كلمتين 3 حاول انك انت دايما تكتبها كتير. فاكتب الامثلة كتير على قد ما تقدر وعلى قد ما وقتك يسمح لك. يلا بينا نخش على الامثلة. هو المثل بيقول ايه؟ جدوا عليه. يلا بينا. لما حد يقول لك حاجة انت مستحيل انك انت تعملها، او لما حد يوعدك بحاجة وحشة في حقك، فانت عاوز تقول له ابقى قابلني، عاوز تقول له في المشمش، عاوز تقول له مستحيل الحاجة دي هتحصل. هتقول له ايه بقى بالانجليش؟ هتقول له when pigs fly. when pigs fly. when pigs fly. انا دايما عندي تعليق على حتة pigs دي، يعني اللي هو انتوا بتوع اللغة الانجليزية ما لقيتوش اي حيوانات تانية ما بتطيرش عشان تقولوا المثل ويدي معنى؟ ما ينفعش يعني نقول when cats fly لما تطير القطط هبقى اعمل لك اللي انت عاوزه؟ تنفع وهتدي نفس المعنى، مفيش مشكله يعني. المثل التاني بقى بنستخدمه لما مثلا اجي انا كمدرس اقول لك هو الواجب اللي انا اديته لك ده هتعرف تعمله تمام التمام؟ فانت تروح جاي بقى ترد عليا بمنتهى الثقه وتقول لي بقى، تقول لي piece of cake. it's piece of cake. piece of cake هنا معناها سهل جدا، ده اسهل مما تتخيل بالسيوف، انت جيت في جمل. المثل الثالث بقى الحقيقة ان احنا ممكن نستخدمه في اتجاهين ضد بعض، بشكل ايجابي مرة وبشكل سلبي مرة. بشكل سلبي اولا لما مثلا نكون بنتكلم عن فلان الفلاني اللي انا وانت مش طايقينه، فجبنا سيرته بقى ونميمة بقى وعد سيئات يا برنس اعوذ بالله يعني. فالمهم ان احنا بقى جبنا سيرة الراجل ده ولا الست دي، فقلنا ايه؟ add fuel to the fire. دي بتصب الزيت على النار، دي بتشعللها يعني، او ده بيشعلله، ده بيهيج الدنيا، ده بيخرب الدنيا. هنا احنا بنتكلم او بنقول مثل بيدل على ان الشخص ده لما بيحشر مناخيره في حاجة الحاجة دي بتبوظ اكيد. تعال بقى نشوف الاستخدام الايجابي بتاعها. لما انا مثلا اديتك واجب كبير قوي قوي، وده هيحصل طبعا ببشرك من دلوقتي، فانا اديتك واجب كبير قوي وصعب جدا، فعاوز احمسك، فاللي هو انا عاوز اقول لك بالانجليش كسر الدنيا، انا عاوزك بص تعمل اللي محدش عمله. فاجي اقول لك ايه؟ add fuel to the fire. add fuel to the fire. صب الزيت على النار، دق على الحديد وهو سخن. المثل اللي بعد كده كلنا عارفينه وبنستخدمه كتير جدا،
الكذب ملوش رجلين. A lie has no legs. A lie has no legs. عايزك تقول كتير. A lie has no legs. A lie has no legs. المثل بقى اللي جاي ده من الأمثلة المفضلة عندي بشكل شخصي، بحبه جدا 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 وبقوله على طول في عقلي، لأن أنا بعمل مصايب كتير فتلاقيني برد على نفسي بالمثل ده. المثل ده بنقوله وهو موجود عندنا في اللغة العربية طبعا وفي الشريعة الإسلامية، الوقاية خير من العلاج. انك انت تقي نفسك من شر الحاجة احسن ما تقع فيها وبعد كده تعالج نفسك. It's better to be safe than sorry. It's better to be safe than sorry. It's better to be safe than sorry. انك انت تكون امن احسن ما تقع في المصيبة وبعد كده تقول اسف. ده الترجمة الحرفية بتاعتها. It's better to be safe than sorry. في الأول قول better عادي better، بعد كده الدبل تي دي خليها دي خفيفة أو ار خفيفة، better خليها ار ايه خفيفة مع الوقت. ده طبعا إن شاء الله هناخده في قسم الصوتيات، متشغلش بالك بيه دلوقتي. المثل اللي بعد كده سمعناه في مسلسلات وأفلام ومسرحيات وحاجات كتير جدا جدا جدا. المثل اللي بيقول أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، واللي هو يعني ممكن نقوله بس نعدل فيه شوية. لما يكون مثلا بناكل حاجة فخمة يعني خروف مشوي ولا حاجة، فساعتها هنقول له ايه؟ ألا تأتي خير من أن تأتي متأخرا. ما تجيش خالص يا برنس وسيب لنا الوليمة دي هنقوم بيها لوحدنا. نرجع بقى للمثل بتاعنا. المثل بتاعنا بيقول better late than never. 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 ساعات كده وانا بتكلم مع نفسي بحس انا مش فاهمني. هي دي اللغة الانجليزية يا باشا. اشوفك ان شاء الله في كورس جديد او في حلقة جديدة من الكورس ده او حلقة جديدة من كورسات تانية، الله اعلم. كل يوم بننزل فيديو. اتمنى انك انت ما تأخرش الدنيا. السلام عليكم.